بيبدأ الفيلم في سنة 1863 في أمريكا لما أعلن رئيسها لينكولن قرار إن العبيد بقوا أحرار إلا في منطقة واحدة اسمها لوزيانا اللي لسه ما وصلهاش الجيش وحرروا عبيدها اللي بيشتغلوا في مزارع القطن. ومن هناك بتبدأ قصة بيتر الكفاحية عشان يسترد حريته بعد ما باعوا الشخص اللي بيملكه النقيب لايونز للجنود اللي أخدوه من عيلته. بس بيتر كان عنده إيمان إن هو هيرجع لهم ووعدهم بده، رغم إنه لما وصل شاف مناظر تخليه يخاف، إلا إن هو ما كانش كده، وكانوا بيعاملوهم زي الكلاب وبيخلوهم يبنوا سكك حديد ويشتغلوا فيها طول النهار من غير راحة، ولما بيجي الليل بيحبسوهم زي الكلاب. وفي مرة لما بيتر بيساعد واحد كان محتاج المساعدة وده بيضايقه لأن مش عايز العبيد يختلطوا ببعض، عشان كده بيتضايق وبيطلع مسدسه وكان هيقتله، بس بيتر ما كانش خايف وما قدرش يعمل كده لأن ملك العبيد كلينتون وصل وهو ماسك واحد كان هربان منه اللي بيعاقبه وبيعمل له علامة في وشه وبيعذبوه وبيشوف بيتر كل ده. ورغم ده لما بيكون في واحد اسمه توماس خايف بيقوي إيمانه وبيقوله إن هو يعتبره مجرد شغل، ولأن بيتر كان أجرأ واحد وأقوى واحد في العبيد كانوا بيستقصدوه مش بيدوله استراحة وبيخلوه يشتغل اليوم كله، لحد ما في يوم سمعهم وهم بيتكلموا عن قرار لينكولن اللي أصدروا إن العبيد بقوا أحرار، وتوماس كمان سمعهم وكانوا متضايقين من القرار ده اللي مش عايزين يطبقوه، عشان كده بيطلع أي حجة وكان هيضرب توماس، بس بيتر بيدافع عنه وطبعا مش بتعجبهم جرأته الزايدة، عشان كده بيضربه وبيرجع يرفع عليه السلاح، بس كلينتون بيكون مراقبهم وبيرفض إن هو يعمل كده، وبكده بيركز مع كلينتون أكتر وبيروح له بيهينه وبيقول له إن هو كلب، بس بيتر بيستفزه اكتر وبيقوله ان هو لو كان كده كان لازم ياكله لحمه زي ما بياكل كلابه، عشان كده تاني يوم بيربطه زي الكلب وبيخلي الكلب يشمه، واللي من بعدها بيتكلم مع الباقيين وبيقول لهم ان هو سمع منهم ان لينكولن اعلن حريتهم، وتوماس بياكد لهم ده، عشان كده بيخطط ان هو يهرب ويروح الجيش الموجود في باتون روج، لحد ما بيجي يوم وبيموت راجل من كتر الشغل وبيطلبوا من بيتر ان هو ياخد جثته ويرميها في الحفره اللي فيها الجثث، وبيعمل كده وهو بيحفر بيفهم ان هم عاملين عليه مؤامره وكانوا هيقتلوه، علشان كده هو بيسبقهم وبيقتلهم وبتحصل فوضى في المكان وبيهرب مع أصدقائه، بس بيشوفوا كلينتون وبيضرب عليه ورغم ده بيقدر يهرب منه، بس بيحرر الكلاب وبيروح وراهم في الوقت اللي بيرشدهم بيتر للمستنقع عشان يقدروا يهربوا منهم ومن كلابهم. ولما بيوصلوا للمستنقع اللي بيكون فيه تماسيح بتكون عندهم الشجاعة كلهم ان هما ينزلوا وبيعدوا المستنقع الا توماس اللي بيكون خايف، عشان كده بتوصله الكلاب وبتمسكه، ولما بيوصله كلينتون بيوعد ان هو يحرره لو عرفوا ان اصدقائه رايحين فين، وبيعمل كده وبيعرفه وبيسيبه لحد ما بينزل المستنقع، بعدها بيقتله وبيخلي التماسيح تاكله، وبعدها بيروحوا وراهم في الوقت اللي بيختلف واحد مع بيتر وبيمشي في طريق لوحده، بس بيتر بيقتنع علشان كده هما هيقدروا يشتتوهم اكتر، عشان كده بيقول التاني ان هو يروح للمستنقع ويمشي ورا صوت مدافع جيش لينكولن اللي هتوصله ليهم، ولما بيعمل كده وبيمشي بيكتشف بيتر ان هو مضروب برصاصة في رجله، بس برضه بيكمل طريقه ومش بيستسلم لحد ما بيوصل لبيته وبيسرق حتة قماشة عشان يربطها على جرحه، بس البنت بتشوفه وبترن الجرس عشان كده بيسمعوا كلينتون. في الوقت اللي بيهرب بيتر بيوصل لهم كلينتون وبيقولوا له ان هم شافوه ان هو رايح في اتجاه المستنقع، وبيروح وراه وبيشوفه، بس بيتر بيكمل الطريق وبيشيل القماشة اللي فيها دم وبيخبيها وبيروح وبينزل المستنقع وبيستخبى لحد ما بتوصل الكلاب وبتلاقيها، وبيعرفوا ان هو ذكي وبيفتكروا ان هو عدى الناحية التانية من المستنقع في الوقت اللي بينزل تحت المية لحد ما بيمشوا، ولما بيطلع بيهاجمه تمساح اللي بيشم ريحة دمه، بس بيقدر يتغلب عليه وبيموته بالسكينة اللي معاه، وبتحس مراته ان هو في خطر، ومع ده بتقوي ايمان اولادها وبتديهم الامل وبتقول لهم ان هو هيرجع لهم في الوقت اللي بيكون مجروح، بس لما بيفتكر اولاده بيقوم وبيكمل، بس بتكون الكلاب وصلت للتمساح اللي موته اللي بيفتحوا بطنه عشان يتاكدوا ان هو اكله ولا لا، ولما مش بيلاقوا حاجه في معدته بيتاكدوا ان هو لسه حي، وبيكونوا مستغربين ان واحد جاهل زيه قدر يتغلب على تمساح ويموته، بس كلينتون بيكلمهم عن العبيد ويقول لهم ان هم مش جهله، وبيحكي لهم ان هو اتربى على ايد واحده منهم علمته حاجات كتير، وانه في يوم لما طلب من ابوه ان هي تاكل معاه رفضوا ان هم لو بدأوا بكده بعدين هياكلوا اكلهم وياخدوا ارضهم، عشان كده اعترف له ان هو كان بيسرق اكله وبيديهولها وده خلاه يقتلها قدامه، وبيقول لهم وبيعرفهم ان هو بيقتل العبيد اللي بيهربوا منه لانه خايف ان هم يكتروا بعد كده ويقفوا مع بعض ويستعبدوهم زي ما عملوا فيهم، عشان كده تاني يوم بيكملوا ملاحقتهم في الوقت اللي بيتر بيغطي نفسه بالطين عشان يخفي ريحته، وبعدها بيكمل الطريق وبيمشي في المية وبتعدي ليلة من غير ما يشرب وياكل لحد ما بيلاقي مكان فيه مية وبيشرب من عطشه، وبيلاقي نار لسه مطفية علشان كده بيحط السكينة لحد ما بتسخن وبعدها بيلحم جرحه بيها، ولما بيشوف خلية نحل بياخد من الفحم اللي بيطلع دخان وبيطلع على الشجرة وبياخد اللي هو عايزه، بس كلينتون بيشوف الدخان ده وبيروح في اتجاهه في الوقت اللي بيكون بيتر اخد المركب وبيتحرك بيه، عشان كده لما بيوصل كلينتون للمكان مش بيلاقيه في الوقت اللي بيقول هارلي لمرات بيتر ان نقيب لايونز باعها لحد تاني وانه هيجوزها الراجل تاني بعد ما جوزها راح للحرب، وبيرفض انها تاخد عيالها معاها،
عشان كده في يوم بتطلب من بنتها ان هي تحرك مكنة القطن على ايديها، وبتعمل كده علشان تفضل معاهم. بيكون بيتر وصل الناحية التانية من المستنقع وبيتحرك في الوقت اللي بيوصل كلينتون، وبيشوف المركب وبيعرف ان هو قريب منه في الوقت اللي بيقابل بيتر صاحبه اللي بيسمع صوت الكلاب وبيفتكر ان هو دلهم عليه. عشان كده بيكملوا طريقهم، بس بيسمعوا صوت الكلاب قرب وده بيخليهم يستخبوا. علشان كده بيستخبى بيتر تحت الشجرة والتاني فوق الشجرة، وبتشم الكلاب ريحة صاحب بيتر وبيقدروا يشوفوه. علشان كده بيضرب عليه كلينتون بالرصاص، واللي لما بيقع بيطلب منه ان هو يدله على مكان صاحبه، بس هو بيرفض. علشان كده بيقتله وبياخد راسه، وبيطلبوا منها ان هم يرجعوا للمكان عشان يعرف العبيد ان هم قتلوا الهربانين وما يفكروش يعملوا حاجة زي كده. وبيستنى بيتر لحد ما بيمشوا وبيخرج في المطر وبيكمل الطريق لحد ما بيوصل لبيت بيلاقيه محروق وكل اللي فيه ميتين. ولما بيدخل بياكل وبيشرب، بس بيسمع صوت. علشان كده لما بيروح بيلاقي طفلة اللي بياخدها وبيحاول يساعدها، بس اتباع كلينتون بيوصلوا وبيستسلم لهم علشان ما يقتلوش الطفلة، بس هي لما بتموت لوحدها بيقتلهم وبيهرب. وبيوصل كلينتون وبيقوله ان هو راح ناحية المزارع، بس بيقتله وبيروح وراه هو وكلبه اللي لما بيوصلوا بيقتلوا بيتر، وبعدها بيهرب. ولما بيشوفوا كلينتون بيتضايق وبيكمل في ملاحقته. في الوقت اللي بيوصل لمكان بيسمع منه مدافع جيش لينكولن، بس بيقدر كلينتون يوصله وبيضربه، وبيكون جايب له حته لحمه زي ما هو طلب وبيقوله ان هو يتذلله، بس هو بيرفض وكان هيقتله، بس بيضرب عليه من جيش لينكولن وبيموت. وبيوصلوا لبيتر وبياخدوه وبيعالجوه. ولما بيصحى بيلاقي نفسه في موقع الجيش اللي بيكون جنوده الناس السود، وبعدها بياخدوا بياناته واسمه. بيعرفوا ان هو كان عند النقيب لايونز اللي سلمه لكلينتون اللي هرب منه، وكان فاكر ان هو هيرجع لعيلته، بس هو بيخيره بين اتنين: لا هيشتغل في مزارع القطن يا هيدخل الجيش ويحارب ضد العبودية. وبيوافق وبيلتحق بالجيش، وقابل صاحبه اللي طلب منه ان هو يمشي في اتجاه المستنقع. وبعدها لما بيروح يستلم زيه الرسمي بياخدوه بيصوروا ظهره اللي عليه اثار العبودية اللي كان عايش فيها. علشان كده بيقولوا ان هو هيوريها لكل العالم عشان يعرفوا حقيقة العبودية اللي كانوا فيها. ولما بيروح مع النقيب كايو للقائد بيقولوا بيتر ان كلينتون كان بيخليهم يبنوا سكك حديد وان كان عندهم مدافع ضخمة، وبيكون فاكر القائد ان هو ما عندوش القدرة ان هو يقاتل. بس بيتر بيقوله عن تعذيبه ان هو كان بيستحمل ويصدهم، عشان كده بيدوله فرصة وبيروح معاهم وبيحارب. وبيدخلوا المنطقة اللي كان فيها، بس بيهدفوا عليهم قنابل، بس بيقدر يقوم بيتر وبيكمل لحد ما بينتصروا. وبيوصلوا لبيت النقيب لايونز اللي سلمه لكلينتون اللي بيشوف بيتر اللي بقى جندي، وبيقتلوه. بعدها بيتحركوا لمزرعته وبيقولوا للعبيد ان هم بقوا احرار، ومش بيكونوا مصدقين ده، بس بيكونوا فرحانين وبيصلوا. وبيروح بيتر وبيدور على مراته واولاده، ولما بيلاقيهم بيكونوا فرحانين برجوعهم مش مصدقين نفسهم. وحكاية بيتر اتحكت للعالم كله، ودي صورة بيتر الحقيقية اللي شافها العالم كله، اللي من بعدها صاروا ضد العبودية. وفي سنة 1865 اعترفوا في أمريكا ب4 ملايين من المستعبدين إن هم أحرار. وبكده يكون انتهى الفيلم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.